الوظيفه الاساسيه للدوله، وربما الدكتور سيف يعرف هذا، هو فرض النظام وفرض الامن، وبدون امن لن يتحقق لا عدل ولا حريه ولا انتخابات. فاذا كنا هناك من فصيل كان هدد المصريين بالقتل وبان احنا هنحولها سوريا، وطلع واحد في قناه الجزيره قال يرجع الرئيس المعزول، فهنبقى الكلام ده هو كل يوم هتقولوا لنا الكلام ده؟ كل يوم يا فندم انا بسالك على يا فندم انا كل يوم بسالك عن، انا حاليا بسالك عن السيسي، عن السيسي وصباحي وموقفهم من الاخوان المسلمين. ايه دخلنا في المسائل دي؟ ولما نقاطعكم بتزعلوا. يا فندم السيد عبد الفتاح السيسي قال انه لا وجود للاخوان في عهدي، ولن يكون هناك وجود للاخوان. لو الاخوان، وعندنا انتخابات برلمانيه ما فيهاش اخوان لاول مره من 25 او يمكن 30 سنه، مفيش اخوان مسلمين. الاخوان المسلمين وده صح. وانا اتوقع هل هذا مسار ديمقراطي ان تقصي فصيلا؟ هل هذا مارس العنف سيتم اقصاء؟ مارس العنف؟ اذا مارس العنف 5 استحقاقات انتخابيه يفوز فيها الاخوان المسلمين وتقول يمارس العنف؟ ثم مارسوا العنف، ايه المشكله؟ والذين قتلوا في وانا عايز اقول لحضرتك، حضرتك بتعتبر انه اردوغان ديمقراطي، واردوغان هو اكتر واحد حابس الصحفيين وفقا للتقرير اللجنه العالميه. اردوغان شعبه يحكم عليه مش انت اللي تحكم عليه. كويس جدا، والمصريين الشعب يحكم. حضرتك ليه مش مرتضي بالصناديق؟ ما هو اختار حزبه. خلاص ايوه يا فندم، انت مرتضي بالصناديق. ايوه طب ما هو الصناديق اختارت مرسي وهو انقلب عليها، ادى الى انه